لا تكلف نفس إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم اجيتكم فيديو كلش حلو جديد. الفلافل بحمص الحصى المجروش، كلش حلوة وطرية وممتازة ومقرمشة وحرامات والله شنت ما اسويها. هنا أنا اول ما بديت وصيت على الخضرة. انا الخضرة شنت محتاجة، وصيت على كراث، ووصيت على شبنت، قلت اثرمه وافرزه، ووصيت على كرفس، وهاي خضرة يعني خضورات للبيت، نعناع، رشاد. أول ما غسلتهم هنا بديت سلكت الحمص المجروش، قلت أسوي طريقتين بالحمص المجروش. هنا بس انسلق لمدة الحباية كترتها على صفحة، وغسلت هاي الخضرة، النعناع والرشاد والكرات، ونقعتهم ماي حلو. هسه هذا ماي حلو نقعتهم على مود شنو أخلص من الخضرة، إنه أبدي أسوي لهم العشاء. هذا الكراث غسلته ونقعته بماي حلو، راح اخذ منه لوصفتنا اليوم. وصفتنا لليوم حمص او فلافل بحمص الحصة. شلون فلافل؟ والله كلش طيبة ولذيذة وحرامات ما كنت اسويها، ما ادري شنو كنت مستصعبة الامر، كنت يعني عبالي صعبة، عبالي ما ادري شنو، فهي كلش سهلة بطريقتي يعني بخطوتين. هذا الحمص نقعناه وغسلناه ماي حلو، بس نقعناه مدة 3 دقائق 3 ساعات. نقعناه 3 ساعات، وخليت عليه كرات، وخليت عليه شوي كرفس، وراح اخلي عليه السنين ثوم. هي هاي الخطوة والطريقة وما بي، هي هذا الفلافل كله يعني. هذا احنا كنا قد مستصعبينه، بس تنقعينه وتثرمينه وتقلينه، اكو اسهل من هيك؟ وتعرفين شنو انه انتي شنو خليه وياه، شنو تحبينه تخلينه، شنو تشيلينه على راحتك. هنا أنا بعد ما يعني قلت لكم كمل تنقيع مدة 3 ساعات، راح أخلطه بمحضرة الطعام. هاي عندي محضرة الطعام، انتم إذا عندكم مثل اللحم بعد أحسن. وبنات من تخلطونه لا هو ناعم ولا هو خشن، وسط. خلطكم يكون وسط. شوفوا هسه صار بهاي النتيجة الممتازة، يعني لا هو خشن ولا هو ناعم ولا هو يعني الحباية تبين. وإذا يعني شوي كظت محضرة الطعام وياكم ما تقدر تفشل، شوي ضيفوا لها ماي. خلطت هاي الكمية كلها شوي كبيرة علينا، راح أفرزها. هنا أنا بس ردت أجرب إنه شنو هي يعني، خو ما خفيفة خو ما ضخينة. راح أجرب هاي عندي القالب مال الفلافل، شلون يعني قد حلوة، والله تعجبت على النتيجة. وقد يعني شايفين من يسوي واحد شي ويتعجب على النتيجة وشلون فرحان بيها. حتى أخذت الأهلي، قلت لهم شوفوا الفلافل شلون صارت، والله كلش حلوة قالوا. هنا أنا بعد ما كملت الفلافل كترته، بعد ما ثرمته كترته على صفحة، راح أسوي كباب. هذا الكباب هم بحمص الحصى. اليوم الفيديو برعاية الحمص الحصى. ليش ضال يعني وما حد ياكله؟ وقلت ردت أجرب يعني وصفات البنات، صحيح هاي ينزلونها على التيك توك على اليوتيوب، قلت صحيح هيك طيب ويحمدون بي؟ إنه طلعت صدق النتيجة تجنن روعة. هنا أنا ثرمت لي حبة طماطة كبيرة وحبة بصل وشوي كرفس، هم ثرمتهم محضرة الطعام. ثرم هم لا ناعم ولا هو خشن، وسط. هاي راح أسوي هاي الوصفة الثانية للكباب. الكباب حمص الحصة. هسه كترنا الفلافل وسويناه، نسوي الكباب. هنا أنا بعد ما ثرمتهم الكرفس والطماطة والبصل، ثرمتهم إنه ثرمت الحمص الحصة. هنا أنا ضفت، بس ما مصورت الكاميرا، ضفت على للكباب هذا شوي كاري، شوي كركم، شوي فلفل أسود، وشوي طحين، وشوي بابريكا، وراح أحركهم. وهاي هم الكمية كبيرة، أنا هاي الكميات أسويها للتفريز، أفرزها يعني يوم مستعجلة، يوم ما عندنا شي، يوم ما عندنا مسواك، فأطلع وأقلي. هنا أنا هم حركتها، وراح جمت أخذ لي كمية قليلة أسويها للعشاء، والباقي كلها أفرزها. هنا أنا بعد ما كملت الكباب كترته، اجيت لهذا الحمص. هذا الحمص الفلافل قصدي، كملن اثنيناتن. هنا أنا هاي خذيت شوية من الفلافل، راح أضيف عليه كومباودر. لا تضيفون بنات سوداء، ضيفوا كومباودر، وضيفوا على الكمية تقلونها، الكمية تحتاجونها، لأن هو الكمية هواي وانتم ما راح تسوونها كلها، ضيفوا بس على قد الكمية تسوونها، والباقي كلها فرزوها ولا تخافون ولا تخرب. هاي هنا أنا بعد ما ضفت شوي
قلت لكم كومباودر وضفت شوي ملح وراح أقليها. وشوفوا النتيجة، والله انصدمت من النتيجة. مات الفلافل طلعت أطيب من هاي السوق، أطيب من المحلات، أطيب يعني من هذا الصانع الفلافل المحترف. يعني تعجبت عن النتيجة والله شلون طيب. وراح أبطل أعتزل اليوتيوب وأعتزل البرامج وأظل أسوي له تفتح لي عربانة فلافل وأشتغل بيها. يعني ما أدري، كنت كلش مستصعبة الفلافل، نوب تعجبت عن النتيجة مقرمشة ولا هي عجين وطعمها كلش حلو. هنا أنا قلت لي على السريع وأريد أجرب، أريد أشوف أكتشف شنو طعمها، شنو النتيجة. كانت مقرمشة وطيبة. وحتى والله الكباب هم حلو، هم قليت الكباب هم كلش حلو. وجربوا على طريقتي وقولوا لي رأيكم شنو حبيت، الحمص بالفلافل لو بالكباب. أنا الصراحة حبيته بالفلافل أكثر من الكباب. هو الكباب هم حلو هم طيب، بس حبيته نتيجته بالكباب، قصدي بالفلافل أكثر من الكباب. وهنا أنا كمل عشاني اليوم قصصت وياه طماطة وخدرت شاي وفلافل وكباب وقليت للبنات بيض. وهذا عشان اليوم، وسهمكم ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وعندنا نخاف صوتي شوية متغير، خاف يعني بعد تعرفون تغييرات جو في لاونزي، وعذروني إذا أتأخر يعني هواي يلا تنزل فيديوهات، بس يعني ما يخالف تحملونا شوية، لأن والله مدارس وهم يلا دوب يلا جاي ألحق. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة.